السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مزيانين كيف ديما. ان شاء الله البنات نبداو بسم الله. غادي نشارك معكم واحد البريوش كيجي خفيف. هنا البنات غدرفت شويه د الملحه، وهنا غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الحليب اللي دافي، ضروري البنات يكون حليب دافي. وهنا كاس ديال العنبه حتى هو ديال الماء دافي. وهنا عندي معلقه كبيره ديال خميره الخبز، و3 المعالق ديال سنيده. صافي غادي نخلط الكل مزيان حتى يتجانس ليا العناصر. صافي البنات هنايا غادي نضيف الزيت، يعني نص كاس ديال الزيت. والفاني، وهنا البنات انا غادي نضيف دانون ديال الفاني. ونبقى مستمره في التحراك. ونرجع معكم البنات نكملوا البقيه. صافي البنات هنا من بعد ما استمرينا في يعني استمرت في التخلاط، هنايا البنات غادي نغربل الطحين ونبقى نزيد شويه بشويه باش نجمعوا العجينه ديالنا. هي البنات واحد الملاحظه، يعني هاد العجينه غادي نضيف لها حبيبات الشكلاط. من احسن تضيفوا حبيبات الشكلاط قبل ما ديروا الطحين، باش هكا منين ديروا الطحين ديالكم دوك حبيبات الشكلاط يدخلوا لكم في العجينه. انا نسيتهم ودرتهم حتى اللحظه الاخيره، يعني بصعوبه غيدخلوا لكم في العجينه. من الاحسن ديروهم في الاول. كيما شفتوا البنات نبقى نضيف الطحين شويه بشويه وحتى تجمع لي العجينه. يعني في هذه المرحله خصكم ديروا الحبيبات الشكلاط. صافي البنات كما شفتوا هنا جمعت العجينه، كتجي على هذا الشكل. ما خصهاش تكون قاصحه، تكون يعني مرخوفه. وكما شفتوا البنات انا عاد ضفت حبيبات الشكلاط كي قلت لكم، وغادي نحاول ندخلهم في العجينه شويه بشويه. كيف قلت لكم البنات من الاحسن ديروهم من الاول باش ما يغلبوكمش. صافي البنات غنبقى ندخل شويه بشويه على ما تجمع لي العجينه. وغادي ندهن الوجه ديالها بشويه ديال الزيت، وغادي نخليها تخمر مزيان ونرجع معكم. صافي البنات هنا من بعد ما خمرات انا كنحاول ندخلها الهواء في العجينه. خليتها البنات خمرات مزيان، يعني تقريبا واحد الساعه هكاك. صافي البنات هنا غادي نبدا نشكل فيها. هنا البنات ضفت لها شويه طحين، ولكن من بعد غادي نبدا ندهن يدي غير بشي شويه ديال الزيت ونبقى نشكل فيها على شكل كريسات على هذا الشكل البنات. بحال هكا صافي. وغادي نبقى مستمره.
وملي غنسالي البنات الكميه اللي عندي غادي نخليهم يخمروا عاوتاني المره الثانيه، يعني واحد تقريبا واحد 10 دقائق عاد ندهنهم وندخلهم يطيبوا. صافي البنات، هنا من بعد ما قرصتهم وخليتهم مرتاحوا وغطيتهم خليتهم مرتاحوا 10 دقائق. وهنا البنات غندهنهم هنا ضربت بيضه ودرت لها واحد المعلقه د الحليب وشويه د الخل وغادي ندهنهم. وخديت الفران البنات كيسخن من قبل، ضروري يكون الفران سخون مزيان. وصافي غندخلهم يطيبوا ونشوفوا البنات الشكل النهائي. ويمكن لكم البنات تزيدوا حبيبات الشوكولاته من الفوق، يعني تزيدوهم من فوق هذا البريوش. صافي البنات، هنا من بعد ما خرجتهم من الفران خديتهم بردوا كيجيو على هذا الشكل. شوفوا البنات راه كيجيو رطبين وخفافين. نتمنى البنات تجربوهم، نتمنى تعجبكم الوصفه اللي شاركت معكم اليوم. شوفوا البنات راه كيجيو خفافين كي قلت لكم. وهذا هو الشكل النهائي البريوش ديالنا. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه عاوتاني اللي شاركت معكم اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. وشكرا البنات بزاف على التشجيعات ديالكم اللي كيوصلوني في البريفي، واللي عجبهم البنات المحتوى ديالي ما نسيش يشجعني. وشكرا البنات، نتلاقاو وصفه واحده اخرى.